السلام عليكم، اهلا بيكم يا دكاتره. في كتير كان بيسال لو انا دلوقتي مثلا بعمل ريسيرش على توبيك معين. فرضا حضرتك بتعمل ريسيرش مثلا عن النانو تكنولوجي او عن السكليوزز مثلا او عن الانتيبيوتيك او عن الانسولين او عن السكر عن الضغط عن اي حاجه في الدنيا، اي موضوع بتعمل عنه بحث، سواء كانت ايا كانت كليتك ايا كان مجالك، تمام، علمي ادبي ايا كان ملهاش علاقه، بس انت بتعمل ريسيرش معين في حاجه معينه. فانت دلوقتي محتاج اول رقم واحد انك تعمل حاجه اسمها داتا كوليكشن، انك تجمع داتا كتيره جدا. يعني مثلا تشوف الموضوع، هل انت هتعمله اصلا ده موضوع جديد؟ يعني انا جه في بالي او في دماغي عنوان مثلا عن الانسولين او عن العلاج الطبيعي، فهل العنوان ده اصلا جديد وانا فرحان بيه كده وهو في دماغي، ولا هو اصلا اتعمل من سنين كتيره جدا لكن انا اللي ما اعرفش؟ طب ولو اتعمل فيه كام ريسيرش؟ ولو ف وعايز اقرا عن الموضوع ده، كل الابحاث اللي اتعملت عليه مثلا من اخر 10 سنين، هفضل ادور عليهم ازاي واجيبهم ازاي؟ دي نقطه مهمه جدا لاي شخص بيعمل ريسيرش او اي شخص بيبقى مهتم بالمجال ده. فتعال نتكلم عن حاجه، عن موقع اسمه جوجل سكولر او سكولر جوجل. الموقع ده عادي خالص، بدخل كده على جوجل بكتبه يعني، تمام، وبيجي لي كده اللي هو ده اول واحد او تاني واحد مش هتفرق، تمام. حتى عشان اخد منه سيتيشن او اخد منه اقتباس بيجي لي اول حاجه هنا. مبدئيا الموقع ده اتعمل سنه 2004، يعني الموضوع قبل 2004 كان، لا قبل 2004 لو انا عايز اجيب ريسيرش اقرا عنه في المواضيع كلها اتعملت صعب، اروح مكتبات بقى واروح هنا واروح هنا واسال فلان معاك حاجه اتعملت 2000 و 1900 وكذا 1900 مش عارف ايه. من بعد 2004 لا، بقت كل حاجه بتك الزرار زي ما بيقولوا، ادي التكه كده. فرضا دلوقتي انا هكتب مثلا هنا، هدخل انا عاوز مثلا اتكلم عن حاجه ليها علاقه بالعلاج الطبيعي، فانا هكتب فيزيكس ثيرابي كده بالظبط، وهو يبدا يكلمني. دلوقتي الفيزيكال ثيرابي، الفيزيكال ثيرابي ايه بالظبط؟ هنا لا هلاحظ ان في كذا توبيك، ودي ميزه التخصص. يعني هل انا عايز اتكلم عن حاجات ليها علاقه بالعلاج، ولا بالاداره، ولا انترفنشن اللي هو زي تدخلات علاجيه، ولا بالتمرين، ولا انا مثلا عايز اتكلم عن حاجه ليها علاقه بالتكنيك، تكنيك معين عايز ادور عليه. فعدد الابحاث اللي معموله تتكلم فيها كلمه فيزيوثيرابي تكنيك، يعني هو ما الا هو بياخد الكلمتين دول بس ويبدا يجيب لي اي حاجه اتعملت فيها الكلمتين دول. كام؟ 838 ألف بحث، ده داخل على مليون بحث، يعني داخل على مليون ريسيرش. طيب لا، انا عاوز اخصص شويه من كلامي، هكتب مثلا عايز اتكلم عن حاجات ليها علاقه بالشيست او بالشولدر، لا شولدر فيزيوثيرابي تكنيك، هدوس كده هل اتعمل 178 ألف بحث. طب لا، انا كمان عايز اتكلم اكتر، يعني ممكن بدل ما اقول شولدر مثلا هقول اللي هو ماشي شولدر بين، او انا يا عمي هضيف مثلا كلمه فروزن شولدر، فروزن، وهدوس كده انتر. ان الحاجات هي اتعملت 23,000 بحث 700 عن الفروزن شولدر تكنيك الفيزيوثيرابي. طيب انا هاخد التوبيك ده اللي هو بيتكلم عن ايه؟ عن effective mobilization with conventional physiotherapy frozen shoulder a systemic review. systemic review هنا عمل ايه؟ هنا الريسيرش احنا هنقراه دلوقتي ولا احنا هنشوفه ده جاي من خلاصه ريسيرشات كتيره جدا. يعني مثلا طبعا هنا مكتوب تاريخ الريسيرش وكل حاجه والمجال اللي منشور فيها. سيستمك ريفيو هي حاجه جايه ان انا مثلا او ريفيو عامه، فكره الريفيو يعني ان انا بقرا مثلا 100 بحث او 300 بحث او 600 بحث في توبيك معين، توبيك مخصص معين زي ما احنا كاتبينها فروزن شولدر، يعني مش شولدر بس، لا لو حالتي فروزن. وببدا انا اجمع الحاجات المشتبهه اللي بينهم، انترودكشن المشتبهه، الخطوات المشتبهه، الميثودولوجي، وببدا اجمع الكونكلوجن. بعدين ببدا اضيف رايي، ما انا كباحث انا مش ناقل، انا بضيف. فانا شايف مثلا ان احسن طريقه اتعملت هو التكنيك الفلاني اللي ذكر في كذا كذا، وابدا اضيف رايي وابدا اكتب حاجه اسمها اللي هو ريكومنديشن هو توصيات. يعني انا شايف ان المفروض نضيف احنا 1 2 3 4، بحيث اللي يجي يقرا الكلام ده بعدي يبقى هو استفاد حاجتين. اول حاجه مجرد ما يقرا الريسيرش اللي انا عملته ده اللي هو الريفيو كانه قرا 600 بحث اللي انا قراتهم، فانا كده وفرت عليه كتير جدا. تاني حاجه ان هو يبدا يبص في الريكومنديشن دي حاجات نقاط ضعف كانت موجوده احنا نتمنى نصلحها، فيبدا هو يشتغل ان هو يصلحها، ودي تكون من خلال بقى ريسيرشات تانية. المهم ادي الريفيو بتاعتنا، دي 8 صفحات يعني الريسيرش ده، تمام. في الاخر خالص النقطه اللي انا عايز اوصل لها بعد الكونكلوجن هنا بيجيب لي الريفرنس بالتاريخ بكل حاجه. لو انا عايز اجيب بحث زي ده من قبل 2004 انا كنت حرفيا يعني لا كنت هتعب جدا. ليه؟ بعد 2004 اديكم شفتوا احنا بتكة زرار عرفنا نخلص كل حاجه. فيعني من نعم ربنا علينا اللهم لك الحمد هي التكنولوجيا والاي اي. بس فده كان فيديو جديد. وفيديو بالمناسبه الموقع ده او السايت ده ليه كلام كتير جدا، وليه لو انا عايز اعرف مثلا التايتل بتاعي هل العنوان بتاعي قديم ولا جديد، طب لو عايز اعرف يعني ليه كلام كتير جدا متوسع. لكن انا حبيت ان اديك طريق البدايه وانت ممكن تدور فيه مع نفسك. فيديو جديد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.